قضية لسيارات السرعة والسيارات الصغيرة والطائرات ذات التحكم عن بعد، بالإضافة إلى استعراض للدراجات النارية. تقرير أحمد قاسم. بعيدا عن صخب الملاعب وقريبا من صخب السيارات، تجمع هؤلاء الشباب في إحدى الساحات المحلية ليتنافسوا في سباقات خاصة فيها الكثير من المتعة. السباق الأول جاء لاختيار الأجمل من بين السيارات المشاركة في الاستعراض. مقصود من التجمع هالشبابي هذا لأبناء المنطقة وأبناء بغداد بأخص، يعني حتى يكون جمعنا الشباب باستعراض السيارات وبعض الفعاليات. إن شاء الله نتمنى أن يتطور هذا النادي وأن يكون دعمه من الدولة. أما السباق الثاني فخصص لاستعراض قوة المحرك ومهارة السائق في قيادة السيارات بطريقة يكون فيها الفائز من يجعل سيارته تدور حول نفسها أكبر عدد ممكن من المرات حتى ينفجر إطار السيارة. السباق الثالث خصص لاستعراض السيارات الصغيرة وقدرة التحكم عن بعد، هي الفيصل في تحديد الفائز. أما السباق الأخير ابتعد عن الأرض، حيث استعراض الطائرات الصغيرة ذات التحكم عن بعد. تعاون بسيط من الدولة قدمناه من المجلس البلدي، حاولنا نأسس هاي الساحة أو نجهز هذا التجمع البسيط اللي سويناه اليوم، ونحاول يعني أتمنى أنه وزارة الشباب أو شيء يحاولون يتعاونون ويانا على موضوع نكبر هذا الموضوع مثل باقي الدول العربية، مثلا سوريا أو لبنان اللي وصلوا مراحل حلوة، وإحنا العراق بعدنا هيك. يعني أفتهم شنو السبب؟ هسه عندنا سيارات حاليا الرياضة الحرة لمجرد تفحيص سيارات، وإن شاء الله حصل أجمل سيارة وأجمل سيستم صوت مثل ما تشوفون تجهيزات للسيارات. كل شيء جميل هنا ما عدا الدعم المقدم لهذه الرياضة بحسب ممارسيها. مع الأسف ماكو أي وزارة أو هيئة سياحة تحتضن هذا الموضوع وتهتم به، ومع الأسف يعني نحاول نلقى لنا ساحات بأي مكان أنه نستعرض بها ونحاول نسوي في السباقات خاصة بنا. احنا طبعا انا داجي كمتفرج في حين انه انا عندي عده سيارات رياضيه من السيارات القديمه للسيارات الحديثه، نتمنى تكون استعراضات للسيارات القديمه والسيارات الجميله والسيارات الرياضيه. الدراجات النارية كان لها حصة كبيرة في هذا السباق، وفيه استعرض المشاركون حركات فيها الكثير من المخاطرة. أحمد قاسم، الحرة، بغداد.